السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول مساء اليوم الأحد وجود سائحتين مغربيتين ضمن الجرحى ضحايا الانفجار الذي شهده شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في منطقة إسطنبول التركية. وذكر بلاغ القنصلية أنه فور توصلها بهذه المعلومات توجهت مصالحها للمستشفيات المعنية قصد الاطمئنان والوقوف على حالة المواطنين الأولى والتي تعرضت لكسور في رجليها، حيث تخضع حاليا لعملية جراحية في إحدى المستشفيات المحلية، مسجلا أنه تبين أن إصابة المواطنة الثانية لا تستدعي نقلها إلى المستشفى. وأشار أيضا إلى أن البعثة القنصلية قامت إثر حادث الانفجار بتعبئة كافة أطورها من أجل تتبع ومواكبة وضعية المواطنين المغاربة المتواجدين بمدينة إسطنبول، حيث سارعت إلى التواصل مع السلطات التركية المختصة. وأهابت القنصلية العامة بكافة المواطنين المغاربة أنه قد تم إحداث خلية أزمة إلى جانب وضع أرقام هاتفية رهن إشارة من أجل التواصل والاستفسار. كما تدعو القنصلية المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية. يذكر أنه يمكن التواصل مع خلية الأزمة على الأرقام التالية المبينة على الشاشة.